قبل مواجهة صن داونز الاهلي بيفوز على اسوان بالتلاتة. بصراحة كده يا جدعان دي مش كورة، دي بسبوسة، اللي هو انت بتتفرج على حاجة كده مكيفاك، تحديدا الشوط الاول. الفكرة كلها ان انت ما كانش ينفع يحصل اي حاجة في ماتش النهاردة غير ان انت تكسب اسوان. هي دي الحاجة الوحيدة اللي كانت تنفع، ولا تعادل ولا هزيمة، علشان انت جاي اصلا من سلسلة هزايم. هي لو كانت حصلت هزيمة رابعة، هي ما حصلتش من فترة كبيرة قوي، من سنين كتيرة جدا للاهلي ان هو يتهزم مثلا 4 هزايم على التوالي. وكمان ان المباراة بتاعت اسوان هي زي ما بيقولوا كده مفترق الطرق، هي اللي هتطلع منها من الكبوة اللي انت بتمر بيها تحديدا بعد الهزيمة من الهلال السوداني، هي اللي انت هتطلع. وكمان المباراة مهمة جدا علشان انت هتلاعب سان داونز المباراة الجاية في افريقيا، وانت برضو لازم تكسب سان داونز. فمباراة النهاردة كده من بدايتها ومن قبل ما تتلعب كان لازم تهيئ اللعيبة نفسيا كويس جدا، لان السيستم اللي احنا ماشيين عليه بقالنا موسمين بالظبط اللي بيحصل بنبقى ماشيين كويس جدا في الدوري جدا. تقوم ايه اللي بيحصل بعد كده؟ تروح تلعب في كاس العالم للانديه وتعمل اداء. السنتين اللي فاتوا كنا بنرجع بالبرونزيه، السنه احنا عملنا اداء، وطبعا الظروف كلنا اللي عارفينها والاخطاء بتاعه اللعيبه وكل حاجه حصلت، فانت خدت الرابع في كاس العالم. فدلوقتي انت رجعت، ايه اللي حصل؟ خسرت من فريق الهلال السوداني. بان انت المشكله مش ان انت خسرت بس، المشكله ان انت قصاد الهلال السوداني انت ما لعبتش كوره، انت ما رحتش اصلا السودان. فهترجع بقى هنا تلعب في الدوري، هتبدا نزيف النقاط، يبقى السيناريو بتاع الموسمين اللي فاتوا بيتكرروا الموسم الثالث على التوالي. فعشان كده مباراه النهارده كانت مهمه جدا ان انت لازم تكسب فيها. تعالى كده بقى نتكلم عن المباراه واللي حصل فيها، ندردش كده سوا. الفكره بقى كلها ان فريق اسوان فريق ليه شكل، فريق على ملعبه ما خسرش الا مباراتين بس في بدايه الدوري. واي فرقه بتروح تلعب اسوان وفي الوقت اللي هو بتاع الاسوان اللي هو الساعه 3 الا ربع، وبيلعبوا في الجو وسط جماهير اسوان وسط كل حاجه، المباراه بتبقى صعبه جدا عليهم. فانت المباراه صعبه عليك، ادي اول نقطه. تاني نقطة عندك بتقول ان المباراة دي بتبقى صعبة، ان فريق اسوان بيعرف يلعب كويس. هو الفريق اختلف تماما عن بداية الدوري. دلوقتي مع ايمن الرمادي لا، هم كانوا بيقدموا كورة، هم ما زالوا بيقدموا كورة، وهم بيعملوا شكل في الفريق وفي شكل في ارضية الملعب انت بتشوفه قصاد اي فريق بيلعبه. اختصارا للكلام والوقت، احمد بالحاج كان اهم لاعب موجود في اسوان، اللي هو انتقل للزمالك واحنا عارفين المشكله بتاعته. فكره بقى في ايه؟ احمد بالحاج في اسوان كان بيقوم بادوار معينه. الدور بتاعه ان هو بيربط بين الدفاع وبين الهجوم. في مساله ان اللعيبه بتاعه الدفاع بتاعه اسوان عايز تخرج بالكوره، احمد بالحاج بيكون اول لاعب بينزل تحت يستلم الكوره ويطلع بيها. طيب لو في بقى تحولات هجوميه هو استلم على طول، هو كان اللي هو العنصر، هو اللي بيصنع، وكان صانع 6 اهداف في اسوان في خلال المباريات اللي لعبها، وهو من اعلى اللعيبه اللي صنع اهداف في الدوري. ويجي دلوقتي بقى زيزو هو الاعلى. فالفكره ان انت بتتكلم في لاعب هو كان المحور الاساسي بتاع اسوان، فاللاعب دلوقتي مبقاش موجود، يبقى انت كده اسوان فقدت قوه كبيره جدا، لان اللاعب ان هو كان بيحرك الفريق، هو المحرك، هو الريتم بتاعهم. طيب ايه بقى اللي انا هعمله دلوقتي؟ هم الفريق كانوا معتمدين على لاعب معين، ان هو اللي هو هينقلهم من الدفاع للهجوم، هو اللي هو الريتم بتاع الفريق. فايه اللي حصل؟ اللاعب ده مبقاش موجود، واللعيبه اللي عندهم ما بتعرفش تبني اللعب بصوره كويسه، لان هم فاقدين العنصر اللي احنا لسه متكلمين عليه. فانت اللي انت تعمله تنزل تضغط على الفريق من اول خط ليه، علشان هم هيغلطوا، عشان هم مش هيعرفوا ان هم يطلعوا بالكرة بصوره كويسه. طيب هو كولر عمل ايه؟ كولر عمل ولو ركزت ال3 اهداف بتوع الاهلي جايين من ضغط واخطاء من الدفاع من اخطاء دفاعيه من دفاع اسوان. اللي حصل ان كولر اصلا لما تيجي كده تشوف التشكيله في البدايه، كولر على فكره لعب بخطه 4-2-4. تمام؟ انت عندك كان اللي هو الثنائي اللي هو قفشه كان في مركز 10 يلعب في نص الملعب، انما كان في اغلب الوقت قفشه اصلا موجود جوه ال 18. وعندك الاثنين الجناحين التانيين اللي هو اذا كان حسين الشحات او اذا كان عبد القادر، كانوا دايما فاتحين الملعب في اللي هو الخط بتاع كهربا وبتاع قفشه، فهم كانوا 4 بالظبط. وفي 2 اللي هم في نص الملعب دايما ضاغطين، دايما متقدمين في الظهر على طول الوسط الملعب بتاع فريق اسوان. فاللي كان بيحصل ان انت كنت بتشوف الزياده العدديه بتاعه الاهلي، بتشوف الضغط على لعيبه اسوان، حاجه كويسه جدا ان انت تضغط على اسوان من البدايه. غلطتهم اكتر من مره وخلصت الماتش ونهيت عليه، ولعبت شوط تاني كحصه تدريبيه ليك، اللي هو طلعت لعيبه علشان تستريح ونزلت لعيبه تانيه عشان تاخد الثقه وتاخد الجو بتاع المباريات وتخش
في المباراه الجايه كل اللعيبه عندك جاهزه. الحاجه اللي كمان المفروض نتكلم عليها هي التشكيله من البدايه. الفكره معايا مع كولر الراجل اللي انا بشيد بيه في الاوقات اللي بيكون يستحق فيها الاشاده، الاوقات الثانيه اللي بيكون فيه مثلا كولر اخطا بنتكلم عن الخطا دوت المعين، الاوقات اللعيبه بتكون اخطات ما بنشيلش كولر الليله لان اللعيبه هي اللي بتكون اخطات. فالفكره كلها بقى ان كولر في بدايه المباراه التشكيله اللي هو حطها، انت شايف اللعيبه اللي فاتت في المباريات اللي فاتت وتحديدا في مباراه الليله اللعيبه مش قادره، اللي هو امثال مثلا علي معلول وامثال مثلا حمدي فتحي، اللعيبه مش قادره، اجهدت جامد ان هي تعرف ان هي تتعامل. حتى محمد هاني برده، محمد هاني كان اجهد جامد، انت عندك اللعيبه كلها كانت خارج نطاق الخدمه يعتبر. فايه اللي حصل في الماتش ده من بدايته؟ مش لسه هستنى، مش هعتمد على نفس اللعيبه بالظبط وانا عارف، لا، ريح معلول وريح محمد هاني، ريح حمدي فتحي، نزل مروان عطيه، نزل خالد عبد الفتاح، لاعب محمد اشرف، السيستم كله، اللعيبه كلها شغاله. موضوع الروتيشن دوت احنا بنعاني منه في خلال السنين اللي فاتت تحديدا في فتره موسيماني ارقام وكل حاجه على عيني وعلى راسي، انما كنا دايما على عين كل الناس كانت بتشوف انت بتيجي في نص الموسم اصلا وبتقع، خصوصا ان احنا ما كناش بنعمل اللي هي الفتره اللي هي بتاعت اللي بين الموسم والموسم الثاني. فالفكره كلها ان كدخول التشكيله ديت وبين العناصر اللي هو لعب بيها وان هو كمان ركن طاهر، ديت كانت حاجه كويسه جدا من كولر ان هو عملها. التشكيله تمام وكل حاجه كانت تمام. انا كنت افضل ان القندوسي هو اللي يلعب على قفشه، بس هو اختار ان القندوسي يلعب في الشوط الثاني. فشوط اول كده المجمل بتاعه ان انت سيطرت فيه بالطول والعرض، اشتغلت على الحته دي كويس جدا. موضوع الركنيات انا بس عشان معيش اللي هو الحالات هنزلها في هيئه بوست وهنشوف اللي هو موضوع الركنيات هقولها دلوقتي. الركنيات بتاعه الاهلي لو تركز فيها، الركنيه اللي هي اتلعبت الاولى بتاعه حسين الشحات، الركنيه ديت هم متفقين عليها ومتدربين عليها، هتلاقي ان محمد عبد المنعم في الناحيه ديت لا كان متولي في الناحيه اللي هي الكوره اتلعبت له من الشحات، راح لعبها لمنعم، راح لعبها للي في النص، المفروض كانت الكوره تروح لكهربا انما راحت لعبد القادر ان هو اللي كان متمركز. عندك في كذا ركنيه في الشوط الثاني من حسين الشحات كان دايما بيعمل الركنيه، وكان في كوره قفشه فيها كان واقف على منطقه الجزاء وهو لعبها له، وكوره ثانيه لعبها ساعتها استقبلها خالد عبد الفتاح وصوبها. في شغل في الركنيات شغال. في الحالات اللي هنزلها لما اشتغل عليها وكده، الحالات اللي هنزلها على البيج لو انت بتتفرج على اليوتيوب هتلاقي تحت في الديسكريبشن لينك البيج على الفيسبوك، روح تابعنا هناك هنتكلم عن الحالات ديت واللي حصلت، لان في شغل حاصل، في حاجه اللي هو بتحصل ما جاش منها هدف اللي الحاجات ديت، بس انت الفكره معاك في الفينش، بس فكره ان في فكره بتحصل، هو دوت الموضوع. يبقى احنا كده اتكلمنا على الروتيشن واتكلمنا على الفكره بتاعه الركنيات. الحاجه الثالثه تبديل الادوار في الملعب، الكرات العرضيه اللي رايحه جايه، الاستلامات، تحويل الكوره من الجبهه اليمين للجبهه الشمال كانت بتتم بطريقه متكرره. اللعبه بتاعه الشناوي لعبد القادر اتكررت اكتر من مره، بس ولا الشناوي ظبطها ولا عبد القادر كان بيستلمها بصوره كويسه، انما ديت برده كانت حاجه كويسه انت تكسر الخطوط. انت عارف اللي هو اكيد شفتوها قبل كده من الشناوي، الكره قبل كده اللي عملها لمروان محسن في ماتش الجونه اللي جبنا فيه الجون في موسم فايلر لما كسبنا في الدقيقه 93 و94، الكره اللي هي من الشناوي يروح لعبها للمهاجم، هو الشناوي كان بيطبقها في المباراه ديت اكتر من مره، بس خلاص جت في كده في الاخر بعد ثلاث مرات تقريبا خلاص ايمن الرمادي فهمها ولاعيبه اسوان فهمتها، فبقى في دايما لاعب واقف مع عبد القادر، فما بقتش الكره ديت بتتم بصوره مستمره، انما في شغل شغال في حته احنا كنا بنلعب عليها. عايز اتكلم بقى على 2 لعيبه لازم ياخدوا حقهم. اول حاجه هو حسين الشحات هو افضل لاعب في الاهلي الموسم دوت في الجزء الهجومي، ما تقدرش اللي هو ديت حاجه كده، عارف هو حقيقه لا يمكن انكارها تماما تماما تماما. حسين الشحات بيقدم مستوى كمان متطور، مستوى اللي هو ثابت وبيزيد في التطور بتاعه. وانا عايز ارجعك لمباراه مهمه جدا، وسبحان الله هي نفس المباراه بتاعه الدور الاولاني. في مباراه الدور الاولاني مباراه الاهلي واسوان كان اول مباراه اعتقد ان الشحات بيلعبها تحت قياده مارسيل كولر، فايه اللي حصل ان ساعتها لما نزل قدم مباراه كويسه نوعا ما الشحات. ساعتها احنا خلصنا المباراه ديت ورحنا طالعين على مباراه الزمالك في السوبر، اتفاجئنا ان حسين الشحات سافر مع الفريق، انما كولر استبعده بره القائمه تماما. لما اتسال عن السبب اللي هو ليه الشحات انت استبعدته بره القائمه، كولر ساعتها رد بحاجه، قال لك انا كنت طالب منه في مباراه اسوان اللي فاتت دورين، دور هجومي ودور دفاعي. الدور الهجومي هو قام بيه على اكمل وجه، انما الدور الدفاعي هو ما عملوش باكمل وجه، فعشان كده استبعدته من المباراه ديت. انما في المباراه الجايه هو هيكون موجود في حساباتي
شاء القدر ان بص بعد قد ايه، والنهارده في نفس المباراه بتاعه اسوان بتاعه الدور الثاني، حسين الشحات اهم لاعب موجود هجوميا، واكتر لاعب كولر هيعتمد عليه وبيعتمد عليه الفتره ديت مع الاهلي في الجزء الهجومي، عن طاهر وعن بيرستاو. عايزك تركز في الحته ديت عشان الحته ديت قويه جدا. حسين الشحات لاعب اللي هو بيتمتع بحاجات كتير جدا، كل الناس كانت بتنتقده، انما دلوقتي حسين الشحات عارف اللي هو بيرد على كل الناس وفي سكوت تام، اللي هو بيحاول ان هو يظهر لك. وهو على فكره كان يستحق الانتقاد، احنا ما بنقولش اي حاجه، الشحات كان يستحق الانتقاد في اوقات كتير جدا، انما الشحات كجوده لاعب فهي فيها بتقدم جوده، فعلا جوده لاعب كويسه، عرضيات بيعملها باتقان شديد ومهاري، وتصويباته كلها كويسه، والمسح البصري، وحط بقى 100 خط تحت المسح البصري اللي هنتكلم عليه عنده وعند مروان عطيه وعند اي لاعب بتاع كوره. المسح البصري ده ان انت ايه، انت كلاعب على فكره ده بدايات، انت كلاعب اللي هو واقف ومعاك الكوره، المفروض ان انت بتشوف الكرة حواليك اللي هو المسح البصري ده، انت بتتم عمليه الرؤيه على الملعب، على المراكز اللي قدامك، علشان ان انت توصلها اللاعب في الطريقه المناسبه، ما توصلهاش لاعب ان هو تضغطه. في نفس الوقت انت برضو بيبقى عندك مسح بصري ليك انت والكوره مش معاك، علشان لما الكوره تجيلك انت تعرف الكوره تتحرك فين، تفتح مساحات لاي لاعب هيلعب لك الكوره. مثلا فلنفترض مثلا مروان عطيه يلعبها لحسين الشحات، فحسين الشحات مش هيفضل واقف مكانه، لا انت ده بيعمل عمليه المسح البصري بتاعه، ان مروان عطيه بيبص على مين فاضي ان انا اديله الكوره اول ما تجيلي انا هعملها في الناحيه ديت. حسين الشحات نفس الموضوع، بيعمل مسح بصري من عنده هو، ان هو هيشوف هيتحرك في انهي وقت، هيتحرك في انهي حته علشان يفتح الزاويه ان مروان عطيه يلعب له. هو دوت الفكره كلها. انا بقى بقول وبشوف ده من وجهه نظر انا، ان حسين الشحات ومروان عطيه وتحديدا في مباراه النهارده هم كان في بينهم لينك قوي جدا في موضوع المسح البصري دوت. اللعيبه كانت متناغمه بصوره كبيره جدا، اللعيبه ديت كانت عماله هي ما اخطاوش تقريبا، او هتلاقي اخطائهم قليله جدا، اللي هي الميس باص بتاعت اللي هو التمرير يعني كان قليل جدا ان هم يعملوه غلط، كل حاجه كانوا بيعملوها صح. عندك حسين الشحات هو ابدع، مشاركه في 3 اهداف، وال3 اهداف كلهم ملعوبين. كل حاجه حسين الشحات عملها في المباراه النهارده يستحق عليها ان هو التحيه بصوره كبيره جدا. على الناحيه الثانيه مروان عطيه، الاهلي عمل صفقات اللي هي الصيفيه قبل ما الموسم يبتدي، الاهلي عمل صفقات في الانتقالات الشتويه اللي هي كانت في منتصف الموسم. اهم صفقه الاهلي جابها بدون مبالغه هي مروان عطيه. مروان عطيه النهارده هو بيظهر، وده استمرار للاداء اللي ظهر بيه في الفتره اللي فاتت، هو بيظهر بصوره مميزه جدا، بيثبت لك ان هو كجوده هو كويس جدا. اللاعب في معظم الالتحامات الثنائيه كان بيكسبها، وتحديدا في الشوط الاول اللاعب ما خرجش من رجله ميس باص غير في الشوط الثاني، واللي هو ما كانتش كتير. وكمان الشوط الاول كان مركز جدا، وكان بيحاول ان هو مشارك في الهدفين، اللي هو دايما يشارك ان هو يودي الكره للشحات وبعد كده الشحات بيعملها اسيست. عمليه الضغط على المنافس اللي هو حامل الكره كويسه جدا. في نفس الوقت عمليه التغطيه الدفاعيه كان بيقوم بيها بدور 10/10. مروان عطيه هو اهم صفقه الاهلي جابها في خلال الموسم دوت في الانتقالات، اذا كانت الصيفيه او اذا كانت الشتويه. حسين الشحات ومروان عطيه هم نجوم المباراه. طبعا حسين الشحات هو نجم المباراه الاول، انما مروان عطيه حقه ما يتخذلش في المباراه ديت تماما. في النهايه كده الفكره كلها ان انت مكسب النهارده كان مهم جدا. اهم حاجه في الموضوع كله ان الاهلي كسب النهارده، وان انت هتروح الماتش بتاع سان داونز وانت مطمن، وانت داخل الفريق عندك كله بالكامل جاهز، اللعيبه كلها في ارضيه رجليها في ارضيه الملعب، تخش المباراه ديت وعندك ان انت تقدر تعمل استشفاء كويس جدا للعيبه، تخش المباراه وان شاء الله هنكسب سان داونز وترجع تاني الروح كده، والمجموعه ترجع اللي هي بتاعت افريقيا ده لما تكسبهم، والدنيا بتاعتك تبتدي تظبط. كولر مع الاهلي في خلال 26 مباراه فاز في 19 مباراه، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 3 مباريات، 3 مباريات من ضمنهم 2 ريال مدريد وفلامينجو والهلال السوداني، وسجل في الاجمالي بتاع ال 26 مباراه دولت 27 هدف، واستقبل 16 هدف منهم 8 من ريال مدريد وفلامينجو. يعني انت بتتكلم ان هو في 8 اهداف تانيين استقبلهم على مدار الاهلي في كل الفرق اللي لعبها، بعيدا عن ريال مدريد وفلامينجو ما استقبلش غير هدف واحد بس في المباراه لما فريق بيسجل فيه. مفيش ولا فرقه قدرت ان هي تسجل في الاهلي اكتر من هدفين. طمنوا، كولر ماشي بصوره كويسه، مدرب كبير، كل الدعم ليه وكل الدعم للعيبه. مفيش وقت ان انت تنتقد اللعيبه او ان انت تبوظهم خالص، لان انت في نص الموسم واللعيبه ديت مفيش غيرها. لو انت في لاعب مش عايزه او لاعب اللي هو شايفه انه وحش جدا واداؤه وحش جدا،
الفكره كلها تمام، انت بتنتقد معاك، انت تنتقد معاك، انت تقول ان اللاعب ده مش قد التيشيرت، ومعاك ومعاك ومعاك. بس الفكره كلها ان لازم تعرف ان انت بتنتقد ان اللعيبه ديت مكمله معاك لغايه نهايه الموسم. بس فوز النهارده مهم، الحمد لله ان احنا فزنا، هي ديت اهم حاجه. لو انت وصلت لغايه هنا ما تنساش بقى اللايك وسبسكرايب، يعني احنا فايزين والدنيا بيس وكل حاجه كويسه، فادعمني، احنا بندعم الاهلي وبتدعم اللعيبه، ادعمني مش تخسر اي حاجه، لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل ما حلقه تنزل توصل لك على طول. وهتلاقي تحت في الديسكربشن لينك البيج على الفيسبوك، روح تابعني هناك علشان هناك الدنيا كلها كده حلوه وبنتكلم طول الوقت، وفي بوستات هناك بتنزل باستمرار والحالات الفنيه وكل حاجه بنتكلم عليها. بس وكالعاده في النهايه طبعا مبروك الاول، ولو انت وصلت لغايه هنا ما تنساش السلام بتاعنا بتاع كل مره.